المساريع لكل اخواتي مشجعين ومحبين مانشستر سيتي. معلش يعني في الكلمه، هو انت زعلان من ايه يا معلم؟ هو انت تضحك على نفسك؟ ما طلعت بين الشوطين وقلت لك لعيبه مانشستر سيتي نفسها وهي طالعه متقدمه في الشوط الاول برضه مش واثقين في نفسهم. سمعتش كلام؟ ما تتقدم على مانشستر يونايتد اللي هو المفروض سيء في اخر كام سنه وتقعد تشاور على الشعار وتلاقي جوارديولا بيعمل كده للكاميرا ويقول انا موجود والكلام الفاضي. لازم تعرف ساعتها ان انت ولاعيبتك ومدربك مش في احسن حال. ما تلاقي اللعيبه متعصبه وبتتخانق وهي متقدمه، هتعرف ساعتها ان انت مش في احسن حال. معلش يعني في الكلمه، انت بتقنع نفسك بايه؟ غيابات مين يا حبيب قلبي اللي عندك دي؟ انا مش عايز افاجئك بس انت تقريبا بتلعب بالتشكيله الاساسيه كلها، انت ما عندكش غير رودري بس اللي مصاب. مهما كان رودري يا عم، رودري ده احسن لاعب في العالم، بلا 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 وافرح براحتك. برضه ما فيش لاعب واحد هيأثر على منظومه كامله مهما كانت دي حاجه وحشه في حقك اساسا. على فكره اليونايتد كان بيلعب وحش برضه النهارده، بس انت لا فرقتك بقت بتعرف تلعب ولا مدربك بقى بيعرف يمرن، ودي حقيقه لازم تقتنع بيها وتتعايش مع الفتره الجايه عشان شكلها مطوله شويه. ما تنساش تعمل لي فولو وفايتك.